أول حاجة لما نيجي نحكي عن رحلة ال8 دول اللي عملتها، لازم نبدأ بالخطوات العادية. حجزت تذكرة من اسكندرية لأبو ظبي، ومن أبو ظبي لقطيسي، وركبت الطيارة ووصلت قطيسي في جورجيا، وقعدت قضيت وقت لذيذ جدا في جورجيا واستمتعت بيها وأنا متعود عليها. وادي الأكل اللي باكله أكل صحي، لأن أنا يعني ما باكلش الأكل العادي. وبعد كده هو ادي صور انا سايبكم صور مع جورجيا. بعد كده انتقلت من جورجيا بري لتركيا لاسطنبول عن طريق أنقرة. وكانت رحلة جميلة 46 ساعة، يعني المفروض 36. وأول يوم نزلت في اسطنبول كان في الوقفة اللي هي تضامن مع فلسطين مع أحداث غزة، ربنا ينصرهم. وقعدت في اسطنبول 20 يوم. دخلت فيها مساجد جديدة كتير وصورت فيها كتير. وبعدين رحت حاجز من اسطنبول لأنقرة اهي، وبعدين من أنقرة لأبو ظبي، ومن أبو ظبي لسلطنة عمان. رحلة عملت تأشيرة سلطنة عمان 10 أيام، كلفتني بالظبط 750 جنيه. في ناس بتعملها ب1000 و1100، وفي ناس بتعملها اغلى من كده يعني. فلقيت حد محترم عملها لي، والله ما فاكر حتى هو فين، هحاول اوصل. وصلت سلطنة عمان. من سلطنة عمان كنت حاجز كوالالمبور ماليزيا من غير تأشيرة، وكنت مطلع تايلاند قبل ما اسافر. رحت قعدت 48 ساعة في ماليزيا. ده الاكل بتاعهم اللي ممكن تاكله صعب جدا الاكل هناك. وبعدين حجزت داخلي من ماليزيا عن طريق اير اسيا لتايلاند، وكنت حاجز لاندونيسيا. كنت ناوي اروح اندونيسيا طبعا ومخطط جامد. دي تايلاند. تايلاند جميله جدا، بلد فوق الرائعه. انا نزلت بوكيت طبعا لان بانكوك الناس حذروني منها يعني. واتعرفت وصداقات والدنيا لذيذه وجميله جدا. ونزلت السعوديه. وفي السعوديه عملت رحله للاردن 48 ساعه طبعا من غير تاشيره. كانت الايام جميله جدا. الرحله كانت جميله. دول 8 دول، لو عديتهم هتلاقيهم 8 دول. طبعا انا حكيت في السريع يعني، لكن ممكن كل رحله عايزه فيديوهين 3. وانا عامل فيديوهات طبعا لزيارتي بتاعت تركيا بالذات، المساجد اللي دخلتها. ونزلت في الاخر في مطار سفنكس من جده. كانت تجربه مثيره وجميله.